خبر رحيل جوميز بيفكرني بالظبط بنفس خبر رحيل باتشيكو وكارتيرون اللي ساب الفريق قبل نهائي القرن ومشي. فده إن دل على شيء يدل على ان نفس السياسة العشوائية بتاع الإدارة اللي فاتت هي نفس السياسة العشوائية بتاع الإدارة الحالية. بتقضيها مسكنات وتسيب الدنيا ماشية بالزق لحد ما تتلط في المشكلة وتبدأ تتعامل معاها. انت كإدارة مش دورك انك تتلط في المشكلة وبعدين تبدأ تدور على حل. انت كإدارة المفروض دورك انك تتنبأ بالمشكلة دي وتتفادى انك تقع فيها بالعقل. مدرب جاله بدل العرض 3 من الخليج بأضعاف الراتب اللي بياخده عندك، تقول خلاص انا عقدي مستمر معاه وسيب الدنيا ماشيه زي ما هي ماشيه، ولا اجيبه اعدل له عقده واشوف طلباته ايه مع الفريق وانفذها له؟ احنا اللي هنقول الكلام ده. امال انتوا قاعدين على الكراسي دي بتعملوا ايه؟ نفس الموضوع مع احمد سيد زيزو، اتساب عقده لحد اخر يوم، يقدر دلوقتي يجدد لاي فريق هو عايزه وبعدين نبدا نجري وراه وطلباتك ايه ونقعد معاه ونتحايل عليه. ليه كل ده؟ نرجع تاني لموضوع جوميز. رحيل جوميز في نص الموسم ده معناه ان الموسم بتاعك تنافسيا على البطولات انتهى. بعقليات الناس اللي بتمسكنا دي هنفضل نلف في نفس الساقية هي مدرب يسيبنا ويمشي في نص الموسم، نكمل بمدرب مؤقت طبعا مش هيبقى مطلوب منه يحقق اي حاجة، وطبعا هنجيب مدرب جديد من بداية الموسم الجديد نسيبه موسم كامل ياخد على الفريق والفريق ياخد عليه واللعيبة تحفظ لعبه وهو يحفظ اسماء اللعيبة. ادي تاني موسم راح. في الموسم الثالث يحقق له سوبر ولا كاس يكون عقده انتهى يمشي. حقيقي الواحد اتخنق